ازاي تكون السيد مع زوجتك؟ وقبل ما الموضوع يتفسر على انه انحياز لطرف ضد طرف، خلوني ارحب بيكم واقول لكم عاملين ايه. وحشتوني قوي من الحلقه اللي فاتت. متخيلكم انا وانتوا بتسمعوا عنوان الحلقه النهارده وانا بقول لكم ازاي تكون، او بكلم الراجل يعني بقول له ازاي تكون السيد في بيتك. كتير منكم هيبقى فاكر ان انا بتحيز لطرف ضد طرف، او ان انا بقى بدعو الرجاله ان هم يكونوا في البيت السيد، او ان انا بحاول اقلل منك واقولك خليه يعيش انه السيد، او انتي خليكي تعيشي زي امينه. كل الكلام اللي ملوش اي اساس من الصحه ده. طب انا ليه اخترت العنوان ده وعايزه اقول لكم منه ايه؟ قبل ما ادخل في تفاصيل خلينا نتفق كده ان الحلقه النهارده لا هي مكتوبه سكريبت ولا انا محضره لها تحضير ورقه وقلم، لكن في مشاهد معينه في ذاكرتي بتخليني او بتدفعني دفع ان انا اتكلم معاكم في نقطه مهمه قوي، وهي مفهوم القوامه من وجهه نظر الست مش الراجل. ومين اللي محتاج القوامه دي اكتر، ومين اللي المفروض يبقى مستفاد منها أكتر. خليني أقول لكم على حاجة كده شفتها زمان، مشهد في فيلم زمان أو مسلسل والله مش فاكرة، كان ما بين فريد شوقي وكريمة مختار. والحقيقة أنا كنت بحب الثنائي ده جدا، كنت بحس لما بشوفهم كده باطمئنان، مش عارفة يعني، أكيد هو ليه سبب بس يعني مش هنتناوله دلوقتي. فكانت كريمة مختار طول الفيلم أو المسلسل كل ما تشوف فريد شوقي اللي هو زوجها في الفيلم ده تفضل تدعيله كتير قوي: ربنا يكبر بخاطرك، ربنا يرزقك، ما ترضاش تاكل غير لما يجي. تفضل تحضر له في حاجته وفي هدومه وفي حذائه، وتبقى مشغولة جدا بيه، زعلانة جدا لزعله طول الوقت. هي مش شايفة غيره طول الوقت، هو محتويها طول الوقت، هي عمالة تشتغل على إسعاده. طبعا مش بالمفهوم بتاعنا دلوقتي، لكن في الوقت ده أو في المفهوم العام ما بين أي راجل وست، هي قايمة على احتياجاته، هي بتحبه، هي محتوياه. في حتة تانية بقى هي ممكن تكون هي مش عاملاها بقصد، وهي إنها شايلة إيديها من حاجات كتير. المفروض إن إحنا كستات بالتقدم اللي حاصل لنا دلوقتي وبالعلم اللي المفروض منتشر من خلال السوشيال ميديا، من خلال التوعية الكتير، من خلال اللي كتير مننا أو الغالبية العظمى مننا دلوقتي كستات مش مجرد قاعدين في البيت ما بنعملش حاجة، احنا طول الوقت في حالة اطلاع، طول الوقت عمالين نبص حوالينا ونسمع فيديوهات ونقرا في بوستات، وكلها بتنصب في حتة واحدة وهي حقوقك فين. انتي كست عمالة تدوري على حقوقك، وحقوقك اصلا معاكي بس انتي مش عارفة تاخديها. انتي مش عارفة توجهي طاقتك الأنثوية في ان انتي تحصلي على المطالب اللي انتي عايزاها. في فترة كنت بشتغل في مكان زي أو هو كان دار تأهيل. تأهيل ده يعني إصلاحية، وإصلاحية دي للناس اللي معرفوهاش فهي مكان بيكون فيه الأولاد، وكانت هي للذكور، بيكون فيه الأولاد اللي بيعملوا فعل يستوجب إن هم يتحطوا في مكان زي سجن، زي مكان يأهل سلوكهم يعني. كتير أكيد يعني مننا إن شاء الله يكونوا عارفين المصطلح لأن هو ما بقاش دارج أوي. وكنت اتنقلت للمكان ده جديد، وكان المكان الولاد اللي فيه كانوا فوق السن اللي المفروض يتقال عليهم أطفال يعني. فكانت المديرة بتاعتي ست تقريبا بسمع عنها من قبل ما أروح المكان ده، ست حازمة جدا، شديدة جدا، محدش يعرف أصلا يرد عليها. أنا لما كنت بقف قدامها برغم إنها كانت بتحبني جدا وكانت شايفاني حد شاطر، فكانت بتبقى في نفس ال الوقت ست حنينة شوية يعني. أنا مش عايزة أقول مثلا إن هي كانت بتحبني عشان شاطرة والكلام ده، يعني قعدت أختار الكلمة كتير، بس لأ كانت بتحبني يعني. فكانت ما بتظهرش قدامي الشدة والقسوة أحيانا بيسموه عنف هناك، بيطلقوا عليها إنها عنيفة. وكانت ست صارمة جدا يعني بصوا أنا عمالة أحاول أجيب لكم كل المصطلحات اللي توصل لكم وتبقوا عارفين من خلالها إن الست دي كانت شديدة إزاي.
فكان الشباب اللي هم هناك الجانحين اللي هم كانوا بيدخلوا في تهم زي السرقة، زي الحوادث، زي الضرب، الخناقات، الحاجات اللي زي دي، كانوا بيعملوا لها ألف حساب. كانت لو لسه داخلة من البوابة كانوا ألاقيهم يجروا ويتحركوا، اللي قاعد يقوم واللي واقف يعمل حاجة علشان يعني يبان إن هو بيشتغل أو إن هو يعني شخص مجتهد. كانوا بيخافوا منها جدا. فكنت معجبة جدا بشخصيتها وكنت بخاف منها. وفي مرة من المرات كنت قاعدة معاها في المكتب، كنا في رمضان تقريبا، وكنت قاعدة معاها في المكتب، وقدرا زوجها اتصل بيها قال لها إن هو هيعدي عليها تقريبا هياخدها ويروح. يعني عادي، مكالمة عابرة، ماليش إن أنا يعني ما ركزتش في تفاصيلها. وإذ فجأة أول ما الراجل ده دخل اتحولت 180 درجة. مش هي دي الست اللي أنا قاعدة معاها، مش هي دي الست اللي أنا بترعب منها، مش هي دي الست اللي كلنا بنعملها ألف حساب. اتحولت فراشة. انتوا عارفين البسكوتة فعلا، والله يعني مصطلح بسكوتة ده بقى فيها الست اللي طول النهار بتشيل وتحط وتفتح الابواب وتركب ابواب مع العمال اللي موجودين، ما بتعرفش تفتح درج المكتب. لو سمحتي يا فلان بعد اذنك ممكن تساعدني افتح درج المكتب لان انا مش عارفه افتحه. ايه ده درج مكتب؟ ده انت كنت لسه من شويه كنت شايله باب ومركباه. درج المكتب. انا اتصدمت، بقيت ابص لها كده، سبحان الله. مع انه حتى يعني بالمفهوم بتاعنا هو كبنيان كشكل كجسم حد قد يكون أقل منها. ودي حاجة هفسرها لكم أو هقولها لكم في جوه الأحداث بتاعة البودكاست النهاردة. هو ما كانش عملاق مثلا، مع إنها ما شاء الله اللهم بارك كانت بالشكل العام أو بالمفهوم العام بتاعنا إن هي كانت لا طويلة وعريضة جدا وما شاء الله عليها يعني. فكان البنيان بتاعه اعتقد انه كان اقل منها كمان. يعني هي تقدر تعمل اللي هي عايزاه ده، تقدر تشيل، تقدر تحط، تقدر تركب، تقدر تعمل كل حاجة. التحول الفجائي الغريب اللي حصل لها اول ما شافته، اول ما دخل علينا، وطريقة الكلام الهادية النسمة اللي كانت بتطير جوه المكتب دي انا استغربت لها جدا. ولما علاقتي تعمقت معاها شوية وبقيت متداخلة معاها اكتر، عرفت حاجة مهمة قوي وقد تكون منافية لكل الحاجات اللي كانت عليها شخصيتها جوه الشغل. حرفيا الست دي ما كانتش بتشيل أشياء في البيت، ما كانتش مسؤولة عن أي حاجة تخص البيت، ما كانتش بتعرف تعمل أي حاجة، غير مكلفة بأي مسؤولية. كانت منعمة نعيم تقريبا 90%، 90 ايه ده 100% من الستات العاملات الكادحات يتمنوا النعيم اللي هي كانت عايشة فيه، ومش كان نعيم مادي انها بتاخد فلوس او حاجة. كانت متشال على كفوف الراحة، مع انها تقدر انها تشيل مسؤولية، وزوجها يعلم ده وعارف انها تعرف تشيل مسؤولية. ست بحجمها وبشخصيتها وبمكانتها وكمان بوضعها الاجتماعي يخليها تقدر تعمل كل حاجة، تقدر تشيل مسؤولية، تقدر تمشي بيتين 3، ولكنها ما كانتش بتعمل أي حاجة من دي. مع الوقت أنا عرفت إن دي نعمة، عرفت إن ده ذكاء، إن ده دهاء كمان مش ذكاء بس. طب هل تكوين الشخصية دي أو الطريقة اللي هي عايشة بيها دي انعكست على حياتها، على علاقتها بزوجها، على علاقتها بأولادها، على اللايف ستايل بتاعتها جوه البيت وجوه المحيط بتاع الأسرة بتاعتها ولا؟ أكيد انعكس، ومش انعكاس عادي، ده انعكاس فارق جدا في حياتها. لما أكون أنا ست مسؤولة عن كل حاجة في البيت، والمسؤولية دي مش مسؤولية اهتمام مثلا، دي مسؤولية فرض، وكل حاجة لازم تطلع من تحت ايدي، وكل حاجة لازم أكون أنا اللي بقوم بيها لوحدي، وكل حاجة لازم أنا اللي أفكر فيها. أنا هفوق لنفسي إمتى؟ هبقى ست إزاي؟ هعيش الدلال بتاعي إزاي؟ هبقى مهتمة بشعري وضوافري وهدومي وبيتي ونظافتي ونظافة ولادي، هبقى مهتمة بيهم إزاي؟ هعرف أستمتع بنفسي كأنثى مع الراجل اللي أنا متجوزاه ده إزاي؟ إيه اللي هيخليني أبقى حاسة إن أنا ست؟ للأسف أكتر ستات مظلومة هي الستات اللي حشرة دماغها وحشرة مناخيرها في كل حاجة. مش إن هي عايزة تبقى مسؤولة مسؤولية اهتمام، لأ، وكل حاجة بتمشي بإرادتي، كل حاجة بتمشي بأمري، كل حاجة أنا عارفة الكبيرة والصغيرة فيها. هي حولت نفسها من
أميرة أو ملكة جوه البيت لشخص فاعل، لشخص مش فاعل إن هو بيفعل، عاملة بتشتغل جوه البيت، ليها دور، والدور بتاعها ده ما ينفعش إن هي خلاص مادام قدرت توصل للطرف اللي معاها اللي هو الزوج أو الشريك إن هي تقدر تعمل وتقدر على المسؤولية، مش هينفع إنها تنزل من الدور ده، مش هينفع إن هي تتراجع، مش هينفع إنها تقول لأ خلاص ما بقيتش أعرف أعمل. فده مش ذكاء على فكرة، مش ذكاء إن أنت طول الوقت تقولي أنا بعرف أعمل، مش ذكاء إن أنت طول الوقت تسألي عن حاجات، مش ذكاء. وهقولك أنا إيه الحاجات اللي أنا مش عايزاكي تسألي عنها، بس خلينا مع بعض واحدة واحدة أحاول أوصل لكم الفكرة في دماغي حتى بدون ترتيب، حتى لو كانت مش مترتبة، وهنوصل مع بعض أنا عايزة أقول لكم إيه بالظبط. لو هبدأ أفصص لكم كلامي واحدة واحدة أو أرتبهم لكم أو إن أنا أشرحه، الراجل طول الوقت بيسعى أو بيطالب أو بينادي إن هو يكون سيد الموقف، سي السيد، راجل البيت. وده الحقيقة مش أي حد أو مش أي راجل بيعرف يوصله للست كويس. طب هل بقى سي السيد اللي جوه البيت ده شخصية ربنا خلقك عليها، ولا دي بيبقى ليها مواصفات معينة؟ هأثر عليكم المسافة وهقول لكم إنها بيبقى ليها مواصفات معينة، مواصفات عند الراجل ومواصفات عند الست. بمعنى إيه؟ بمعنى إن في راجل سبحان الله ربنا خلقه بشخصية معينة، بطريقة نقاش معينة، بعقلية معينة، بقدرات معينة تخليه وتؤهله إن هو يكون السيد من غير ما يبذل مجهود. لكن في حقيقة الأمر إن علشان تكون أنت السيد ناجح لازم يكون وراك ست تساعدك على إنك تكون السيد. يعني ايه وايه دخل ده بالمقدمة العريضة اللي انا قلتها لكم والمثال اللي قلته لكم؟ الحقيقة ان هما الاتنين ظهرين لعملة واحدة او وجهين لعملة واحدة. بمعنى ايه؟ بمعنى ان كلما كنت انت السيد كلما كانت أمينة الأميرة، مش الأمينة بس، أميرة البيت منعمة. هنلاقي صعب جدا راجل قايم بدوره في البيت أو عايش دور السيد اللي على حق، مش السيد بتاع الصرمحة والكلام اللي ملوش لازمة اللي كنا بنشوفه في الأفلام. لأ، إنه يكون راجل قوام وقايم بدوره على حق. نادرا لما تلاقي الست اللي معاه أو زوجته مش منعمة، مش عايشة دورها كست، مش عايشة الحياة اللي المفروض تعيشها الستات، وهم مش فاهمين ان اللي هم بيجروا وراه والفيمينست والحاجات الغريبة اللي بيقعدوا يقولوها دي كلام فاضي. طيب لو انا راجل، ايه الحاجات اللي تخليني السيد في البيت؟ والحقيقة ده سؤال صعباني جدا، والمستفاد منه الطرفين، الراجل والست. وعلشان انا اكون السيد في البيت زي ما قلت لكم لسه من شوية لازم تكون معايا ست تساعدني ان انا اكون السيد. طيب انا لازم اكون عندي وعي بدوري انا كراجل مسؤول منفق. ربنا فضلني على النساء بحاجات الست ما تقدرش عليها. زي ايه؟ اكيد مش هعرف اقول كل حاجة النهاردة في الحلقة، ولكني هختار حاجة او اتنين هيكونوا هما الركيزة الاساسية اللي لو اعتمدت عليها بنسبة كبيرة جدا هقدر اعيش السيد في البيت واريح الست اللي معايا. هو ربنا سبحانه وتعالى لما ادى القوامة للراجل وقال له ان انت قوام على الست دي، كان بايه؟ بحاجتين، بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. خلينا ناخد السهل اللي هعرف أشرحه الأول وبعد كده أدخل لكم في اللي فيه كلام كتير. هنبدأ بما أنفقوا. عشان تكون راجل جوه بيتك لازم تكون منفق، لازم تكون شايل مسؤولية مادية، لازم تكون عارف احتياجات بيتك، لازم تكون انت اللي شايل مصاريف البيت ومصاريف زوجتك ومصاريف أولادك ومكفي البيت باللي تقدر عليه. صعب جدا نلاقي بيت في راجل شخصيته قوية في البيت هو مش عايز ينفق على البيت، مش راضي ينفق، بيقول أنا مش مسؤول إن أنا أصرف، أنا مش هصرف، مش عايز، مش قادر. إذا الإنفاق شرط أساسي علشان تكون قوام في بيتك، علشان تكون السيد في بيتك. نيجي بقى لبما يفضل الله بعضهم على بعض. والتفضيل هنا مش إن أنت راجل فده بقى تشريف، ولا دي رفعت مكانة وإن الست أقل منك وإنت اتفضلت عليها بنوعك إن أنت ذكر. يعني أكيد لأ، أكيد ربنا مش هيقصد كده.
لكن علشان أكون أنا السيد هكون متفضل عن الست دي بإيه أو أفوقها بإيه؟ إيه المواصفات اللي فيا علشان أكون السيد؟ ربنا سبحانه وتعالى وزع الأدوار والقدرات على الراجل والست، فخلى لكل واحد فينا دور وقدرة عليه. فتلاقي الراجل اللي هو السيد مسؤول عن الحماية، عن هو يقدر ياخد قرار صائب مثلا، على تحمل المسؤولية، وغالبا بيكون قوة جسدية، تحمل أعباء، حاجات كتير قوي مش كل الذكور ممكن تقوم بيها وتكون رجالة أو إنها تكون السيد في بيتها. يعني أحيانا بتلاقي بيت قائم على الست هي اللي متحملة فيه كل حاجة، متحملة الإنفاق، متحملة الرعاية، ومتحملة المسؤولية والأعباء، متحملة كل حاجة، والراجل ما بيعملش حاجة غير إنه بيزعق بس، أو أحيانا كمان ما بيكونش موجود في البيت. فهنا مفيش هنا هي اللي متحملة كل حاجة، هي الراجل والست، هي السيد في البيت وهي ست البيت. لكن في النموذج اللي احنا عايزين نوصل له النهاردة، احنا عايزين نمشي صح، عايزين نمشي زي ما ربنا قال. ولما ربنا يفضلك على الست بحاجة، حاول ان انت تبقى قايم بيها، حاول ان انت تستغلها، حاول ان انت تنميها، حاول ان انت تشوف حتى لو ما كنتش واخد بالك من حاجة فيها، يعني مش مركز في مسؤولية البيت، مش مركز مثلا في ان انت تحل مشاكلهم، تتحمل أعبائهم، ان انت تكون متداخل التدخل المصلح في البيت، مش تدخل ان الراجل عايز يعرف كل حاجة لمجرد انه يبقى طول الوقت مغلطها، مغلط قراراتها. لا، انا بتدخل عشان احميكوا، بتدخل علشان احوط عليكوا، بتدخل علشان دي مسؤوليتي. فالصفات دي لو وجدت فيك كراجل البيت وكزوج، ايه اللي هيخلي الست ما تقومش بقى بدورها كست؟ ايه اللي يخليها تتكلف العناء وتعمل المستحيل علشان تخرج أو تنسلخ من دورها، تروح دور تاني خالص ربنا ما خلقهاش عليه؟ ايه اللي هيخلي الست تبقى مستذكرة؟ فتلقائيا لما تبدأ تقوم بالأدوار اللي عليك، هتلاقيها واحدة واحدة بدأت ترجع لطبيعتها كأنثى. كأنثى المفروض إن هي تتعامل معاك بالطبيعة اللي ربنا خلقها عليها، وبالطريقة اللي انت عايز تشوفها عليه. طيب هي ايه اصلا الطريقة اللي المفروض الست تكون عليها علشان تبقى في بيتها انثى، في بيتها ست، في بيتها هي مش شايلة هم غير انها تكون ست وبس؟ من الفطرة اللي ربنا خلقنا عليها احنا كستات او نساء، يعني هي الامومة. ومش بالضرورة نكون مخلفين او عندنا اولاد علشان تكون الفطرة دي موجودة عندنا. هي عاطفة، عاطفة بقى بمارسها مع ولادي، مع زوجي. عايزة أتكلم معاكم بقى في العاطفة اللي هنمارسها مع أزواجنا علشان نقدر نعيش كستات. وخلي بالكم في علاقة طردية ما بين إحساسي إن أنا أو إن أنا بمارس معاه الأمومة، وما بين إحساسه هو إنه راجل أو إن هو السيد. كل ما كنتي حنونة، عاطفتك جياشة ناحيته، حنينة، متفهماه كأمه، هو ايه اللي هيخليه ما يكونش الراجل بتاعك اللي هيحميكي وهينفق عليكي وبيحبك وبيحتوي كل مشاكلك وبيحتوي كل جوانب حياتك؟ نادرا لما نلاقي حد يعني بالجحود اللي يبقى شايف كل الحلو ده من مراته ويعملها وحش. طيب علشان اكون الست دي، ايه الحاجات اللي بطل اعملها؟ والجواب اسهل من السهولة. خليكي على فطرتك، شوفي ربنا خلقك على ايه وما تعمليش عكسه. بمعنى ما تحاوليش انك تعملي اي حاجة الراجل مكلف بيها، ما تخليش يكون من صفاتك اي صفة بيتميز بيها الراجل. يعني ما ينفعش تكوني ست جوه البيت وانتي ست عنادية، طول الوقت بتزعقي، صوتك عالي، دايما تقوليله ان انتي قراراتك اللي هتمشي. ده الجزء اللي الستات فيه بتبقى شايفة انها غلط. لكن بقى في جزء تاني أخطر من ده، الستات بتبقى شايفة فيه إن هي صح وإن هي كده ما حصلتش، وللأسف بيغرقها. وهو إنك تشيلي أكبر من حجمك، تشيلي أكبر من الطاقة بتاعتك اللي ربنا خلقك بيها، أو إن انت حتى تبقي تاخدي دور مش دورك. إنك مثلا طول الوقت تبقي الشخص اللي بيقدم حلول، اللي بيعرف يتصرف، اللي مش محتاج لمساعدة، اللي مش محتاجة لحد، اللي بتعرف تبني الهرم وتهده تاني. ما هو ده غلط. دي مصيبة
إنك طول الوقت تبقي مبينة للزوج إن انتي مش محتاجاه، تعرفي تعملي كل حاجة من غيره، يعتمد عليكي. والاعتماد اللي هو اتكالي بقى، اللي هو خلاص بقى واحدة واحدة هتخليه يعتمد عليكي في إدارة البيت، يعتمد عليكي في بعض القرارات، واللي تباعا بعد كده القرار اللي هتاخديه هتتحملي مسؤوليته كاملة. فهنا انت بدأتي تتسحبي من دورك كست لدورك كراجل، وما ينفعش راجلين في البيت إلا إذا انتوا بقى بدلتوا الأدوار، وده أكيد يعني مش صح. وبأكد عليكي أنا ما بقولكيش عيشي عالة عليه، ما بقولكيش خليكي سلبية، ولكن كل حاجة ربنا خلقها بقدر معين، ما ينفعش ان انت تتعدي الحد ده. اقفي جنب جوزك وساعديه وسانديه وشاركيه في قراراته، ولكن بالحد اللي يضمن لك أنوثتك ويضمن له ذكورته، بالحد اللي يخليه هو سيد الموقف، للحد اللي يخليه هو السيد في البيت، وهو اللي متحمل القرارات، وهو اللي شايل الليلة كلها. انت في البيت جزء من الليلة بتاعته، انتي من ضمن مسؤولياته. ما تفرحيش انه محملك المسؤولية او رامي عليكي اخذ القرارات، او مخليكي تحسي ان انتي شخصيتك قوية. دي مشكلة كبيرة على فكرة. لازم تفهمي ان ربنا خلقك ست، ولازم تعيشي بدورك كست، ولازم تستمتعي بالدور اللي ربنا خلقك بيه. كل ما سبتي مساحة لزوجك انه يقوم بدوره، كل ما ده حسن في العلاقة بكتير. ملكيش دعوة بقراراته، ما تتدخليش في ردود أفعاله، ما تبقيش طول الوقت الشخص اللي واقف له علشان يصلح له أخطائه. انصحيه وقت ما يحتاج النصيحة، لما ياخد رأيك ويقولك أعمل إيه. وصدقيني لو فكرتي فيها هتعرفي إن هي دي الحياة اللي هتضمن لك سعادتك، وهتعيشي أنوثتك، وهتعيشي فرحة بال. مش هتشيلي مسؤولية ممكن تكبرك 10 سنين أكبر من عمرك، ويمكن أكبر كمان لو فضلتي تقومي بالدور الافتراضي ده طول الوقت. وخليكي عارفة حاجة مهمة قوي، إن لو حد مستفاد من درس السيد فهو انتي اللي هتستفادي الاستفادة الأكبر، انتي اللي هتشالي من عليكي المسؤولية، انتي اللي هتدلعي وهتبقي منعمة في خير زوجك، حتى لو كان الخير ده مجرد ان هو بيأكلكوا ويشربكوا بس. فكونك حاسة ان في راجل بيقدر يوفر لكم احتياجاتكم على قدر استطاعته، ويقدر يحميكوا، يقدر يرعاكوا، يقدر يكون معاكي راجل، دي قمة النعمة اللي ممكن ما تكونيش حاسة بيها دلوقتي. فحافظي عليها وما تلعبيش في الإعدادات اللي ربنا خلقنا عليها. أتمنى يكون موضوع الحلقة النهاردة عجبكم أو استفدتوا بيه، برغم إن كان فيه رغي شوية، بس يلا نستحمل بعض. لو عجبكم الموضوع النهاردة ما تنسوش تعملوا فولو أو سبسكرايب على حسب المنصة اللي بتسمعوا البودكاست عليها. كانت معاكم رنا السمان، استشاري أسري وتربوي، وده بودكاست وصال. سلام عليكم.